طبعًا هم قالوا لِك كُلي مفتقة يا بت وهتوديكِ في حتة تانية خالص، وأنتِ صدقتِ صح؟ أنا دكتور محمد حمدي وهاقول لِك زتونة المفتقة. في مشكلة دايمًا عند البنات اللي عندهم نحافة بينصحوهم دايمًا بالمفتقة، والحقيقة إن كلامهم نُصّه صح ونُصّه غلط، ده بالعكس بقى ممكن تعمل لنا نتايج تضايقنا أكتر، عشان إحنا هنا قدّام وجبة دسمة وتقيلة جدًا، عبارة عن عسل وحلبة وسمسم وزيت، فيها حوالي أكتر من 500 سعر حراري غير نسب الكارب والسكريات العالية. أول حاجة العسل الأسود، خلّي بالكم هو سُكّر، عشان كده مش مناسب خالص لأي حد عنده سُكّر. تاني حاجة، الزيوت اللي في المفتقة بتكون تقيلة جدًا على المعدة وصعبة الهضم، وبكده ما تنفعش لأي حد عنده مشاكل في المعدة أو قولون عصبي. تالت حاجة، السعرات اللي فيها جاية من دهون وكارب وليلة سودا ساعات. ده غير إن كتر أكلها بيسبب تراكم للدهون وبيرفع الكوليسترول عندك. طب على إيه بس كل ده؟ جربي يا ستي المفتقة مرة ما فيش مشكلة من نفسِك، لكن ما تبقاش عادة كل يوم عشان تزيدي في الوزن. مشاكل، 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 قُل بقى الحل. ضبّطي بقى البروتين عندِك، يعني ناكل لحوم وأسماك وبيض. كتّري عدد الوجبات كمان في اليوم. ضبّطي كمان الكربوهيدرات أو النشويات تكون صحية، زي الرز البسمتي والبطاطا. وبلاش بقى وإحنا بنصلّح حاجة نبوّظ حاجات تانية. ابعتي بقى الفيديو لصاحبتِك اللي عاوزة تتخن، ولو عاوزة plan تتخنِك اكتبي لي في الcomment.